الشغل ما بيوقفش على حد، دي حقيقة. ده مش الشغل بس اللي ما بيوقفش على حد، الحياة نفسها ما بتوقفش على حد. ولو الحياة كانت وقفت على حد كانت أولى تقف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالحياة أصلا ما بتوقفش على حد ولا الشغل بيقف على حد. بس في بقية الجملة دي لازم تتقال، بس طعم الحياة بيتغير والشغل نفسه بيتغير. يعني إيه؟ يعني لو أنا مشيت حد مهم في الشركة هتمشي، بس هل هتمشي بنفس الريتم؟ هتمشي بنفس الإنتاجية؟ اكيد الشركه هتتاثر لفتره قد ايه حسب دورك، حسب اهميتك. في ناس بتمشي من شركات شغلهم بيتاثر سنه وسنتين، وفي ناس بتمشي من شركات محدش بيحس بيها عادي جدا ولا كانه كان موجود، وفي ناس بتمشي من شركات الشغل بيتاثر شهر والدنيا بتمشي. اكيد الشركه هتتاثر بشكل او اخر، اذا كان بشكل نيجاتيف او حتى بشكل بوزيتيف. بس اوعى تفكر وانت بتسيب شركه ان الشركه هتقع، واوعى تفكر وانت وحد بيسيب شركه ان انت كده ضعته خالص. الشغل ما بيوقفش على حد، بس ما بيتعملش بنفس الكواليتي وبنفس الطريقه. مش معنى كده انه هيبقى اقل، ممكن قوي لما الحد ده يمشي الشغل يتعمل بكواليتي وبطريقه احسن، وممكن قوي الشركه تتاثر والشغل يتعمل بكواليتي وبطريقه اقل، وبناخد وقت عقبال ما نعدل المسار بتاعها. فبلاش فكره ان الشغل بيقف على حد، الشركات ما بتوقفش على حد والحياه ما بتوقفش على حد.